ورحمة الله وبركاته. يا مساء الشوكليت، يا مساء البونبون، يا مساء كل حاجة حلوة لأحلى متابعين، يا مساء الحلويات على أحلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. حط اللايك الجميل بتاعك عشان تشجعيني كده وتشهيصيني وتفرفشي لي نفسيتي على قد ما تقدري. ولو لسه جديدة في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو انت قديمة ومتابعاني من زمان انا مش عارفة اقولك ايه ولا مستنية ايه، يلا روحي اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك زغروطة مني كل ما انزل فيديو جديد. نبدأ بقى شغلنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. صلوا على النبي يا بنات. وتعالوا نشوف النهاردة هنعمل فيديو ايه. النهاردة فيديو المنيوهات، يعني منيو الاسبوع، يعني المنيو الاقتصادي، يعني منيو الاكلات اللي على قد الايد. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف معانا اول اكله عملناها في الاسبوع ايه. عملنا وراك ومكرونه وسلطه. تقدري تجيبي فرختين 3 تطلعي منهم الوراك، تطلعي منهم الصدور، تقدري تطلعي منهم كبد وقوانص، تقدري تطلعي منهم هياكل، هنطلع منهم حاجات كتير قوي. تقدري تعملي من الفرختين كذا اكله، فرختين 3، وانا ان شاء الله هبقى اعمل معاكم الفيديو ده. يبقى نجيب فرختين 3 كده ونقعد بقى نقطعهم ونقعد بقى نشوف هيبقى اوفر ولا هيبقى لما نشتريهم من بره اوفر وانضف ولا ايه. انا كنت جايبه فرختين، طلعت الوراك لوحدها، الهياكل لوحدها، البانيه لوحده، طلعت كل حاجه لوحدها. تمام. اخدت الوراك عملتها صينيه في الفرن ببصلايه كده على طماطمايه على التوابل اللي عندك، على ربع معلقه سكر او ربع معلقه عسل ابيض. وجبت كيلو مكرونه ب8 جنيه، على قطيتين من التلاجة، على خيارية، على قرن فلفل. ومشي دنيتك هتمشي ان شاء الله وتبقى زي العسل. بس اهم حاجة الرضا، تبقي راضية عن نفسك وراضية عن حالك وراضية عن عيشتك، والصدقة، وتطلعي صدقة من مصروفك او مصروف بيتك. وما تفكريش اللي انت معكيش الا ال20 جنيه دي او ال30 جنيه دي طلعتي منها 5 جنيه، طلعتي منها جنيه، ان كده مالك هينقص. لا، مفيش مال هينقص ابدا من الصدقة. ربنا الكريم وبيقولك اذا كنت انت كريمة فانا اكرم منك وهيكرمك اكتر من اللي انت دفعتيه اضعاف اضعاف. وابقى جربي وقولي. معانا تاني اكلة بطاطس بقوطة ورز سنجان مخلل وشوربة خضار. تالت اكلة معانا الستيك بطريقة سهلة وبسيطة بجد، ألذ ستيك جنبي مكرونة اسباجيتي. طريقته سهلة جدا، انا عملتها في القناة، ادخلي واتفرجي على الفيديو للاخر وهتعجبك قوي قوي قوي. واهو كمان تسمعي قصته، ليه قصة على فكرة. ادخلي الفيديو فيه قصة حلوة قوي هتعجبك قوي عن سوء الظن. خلاص بقى عشان انا كده هقعد اكلمكم لغايه لما احكي لكم القصه وانا حكيتها في الفيديو التاني. المهم بقى يا ستي الكل، انت وهي يا قمرايه يا سكرايه، يلا يا حبايبي كلكم كده على بعضكم انزلوا حطوا اللايك تحت. تمام تمام. عايزه بقى اقول لكم تاني وتالت ورابع، قبل ما تنزلي تشتري طلبات بيتك اكتبيها واكتبي انا يوم السبت هعمل رز وعدس. يبقى ايه؟ يبقى هجيب رز وهجيب العدس. والاكله اللي كانت بعد كده كانت رز وكفته، كفته رز. والاكله اللي بعديها كانت العشق كله. كانت ايه؟ كانت مسقعه من غير بطاطس على فكره، بالشريحتين بطاطس دول بس. والفول النابت، الفول النابت ده يعني بصراحة أكلة تحفة، أنا بعشقه جدا وبعشق الأكلة دي جدا، اللي هي المسقعة والفول النابت. يا جمالها يا حلاوتها يا طعمتها. أكلة موفرة جدا وشهية جدا جدا. لو جبتي نص كيلو فول وعملتيه في البيت نبتيه هيرمي معاكي ب8 كيلو وهيرمي معاكي كيلو. والبتنجان 3 كيلو ب10، والطماطم كيلو ونص ب10، والبطاطس كيلو ونص ب10، وفي كيلو وربع ب10 اللي هي الكبيرة. والفلفل من 6 ل8. زي ما قلتلكوا طول ما انتي بتاخدي مصروفك بالاسبوع او باليوم وتنزلي كل يوم تجيبي الحاجة هتلاقي نفسك عمالة تجيبي في ده وتجيبي في ده وتجيبي في ده، وتبصي تلاقي معاكي اخر اليوم مفيش فلوس. الاكلة اللي بعد كده كانت سجق اسكندراني وبسلة ورز. وطبعا زي ما انتم متعودين تعرفوا الاسعار
السجق ده برضو كان سجق اسكندراني وبطاطس محمرة. البطاطس انا قلتلكوا الكيلو ونص ب10، والسجق الكيلو ب40 جنيه، اللي هو الاسكندراني ده، بس جميل على فكرة وحلو. والاكلة دي يعني بصراحة الاكل كله بتاع الاسبوع ده كان عاجبني جدا يعني حاجة كده ايه، حرشة كده وحلوة كده وتفتح النفس. لو نفسك مقفولة هاتيلك نص كيلو سجق كده ولا ربع كيلو، اعمليه جنب حبة بطاطس، جنب حبة جبنة بقوطة، جنب مكرونة. ممكن تحطيه في صينية بطاطس. يعني مشي حالك كده ومشي يومك كده واظبطي ميزانيتك، وفري ودبري وخليكي ست بيت ناصحة. وعايزة اعرف رأيكم في الكومنتات تحت، قولولي اذا كان الفيديوهات دي بتعجبكم ولا لا. فيديو المنيوهات دوت عاجبكم ولا مش عاجبكم ولا ايه؟ مش عاجبكم الاكل بتاعي قولولي، عرفوني كده. وعندكم اكلات تانية برضو قولولي، عشان ما نبقاش ظالمين الناس اللي قاعدين معانا في البيت دي. قولولي كده على الاكلات اللي عندكم واكتبولي تحت في الكومنتات. يلا يا بنات، اهو تكسبوا ثوابهم ونغير لهم كده وناخد رأي بعضينا. يلا بقى اللايك بتاعكم يا امارات، يلا اللي ما حطش لايك. ايوه انت ما حطيتيش، انا شايفاكي. يلا انا هحط البطاطس وانت حطي اللايك. انا هحط ايه؟ انا هحط البطاطس وانت حطي اللايك. اللايك اوعي تنسي، ها؟ اللايك. عايزه اقول لكم بقى يا بنات يا امارات يا عسلات، ان انتوا لو نايمين متنكدين ونايمين زعلانين هتصحي تاني يوم على نفس الكلام. فانت قبل ما تنامي اقعدي ضحكي نفسك كده، فرفشي نفسك، مفيش حاجه مستاهله. مش بقول لكم الاكل بتاع الاسبوع ده كله جميل جميل جميل، عسل عسل عسل. طبعا يا بنتي مش انا اللي عاملاه ولا ايه؟ الاكل بقى بتاع النهارده دوت كان ايه؟ دوت كان كيلو سمك بلطي. هو وسط يعني، مش كبير قوي ولا صغير قوي، وسط.